السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ بعد التحية والسلام، وقبل ما نبدأ حلقتنا الأولى من مسلسل فات الميعاد، يا ريت تحطوا لايك حلو للفيديو ده علشان تشجعوني انزل باقي الحلقات. ولو أول مرة بتتفرجوا على القناة يا ريت ما تكونش آخر مرة، وتشتركوا في القناة علشان تشجعوني على الاستمرار. ويلا بينا نبدأ حلقتنا الأولى اللي بتبدأ ببسمة، ست متجوزة وكل حلمها ان هي تعيش هي وجوزها حياة مستقلة، وخصوصا ان هم عايشين في بيت عيلة، والموضوع ده مضايقها جدا ان هي عايشة مع حماتها واخوه ومراته والعيلة كلها، ونفسها ان هي تستقل بجوزها وحياتها بره. وعشان كده بدأت تحط القرش على القرش من شغلها، رغم ان هي كمان بتساعد في مصروف البيت. لكن دخلت جمعية وعملت حاجات كتير جدا علشان تقدر تحوش مقدمة شقة في الإسكان الاجتماعي هتشتريها من واحد. وبالفعل حوشت المقدمة وخدت مسعد جوزها، وبدأت تروح عشان تفرجوا على الشقة، وبدأ يطلع فيها القطط الفاطسة طبعا لان هو ملوش مزاج. في الاول بدأ يشوف المطبخ ويقول لها ان السباكة مش قد كده وهتفتح علينا فتحة، لكن هي بدأت تقنعه ان ده بركة ربنا هي اللي هتمشي الدنيا. فبدأ يطلع لها حاجة تانية ويقول لها ان هندفع منين الاقساط. فقالت له ان زي ما ربنا كرمنا كده وانا حوشت المقدمة من غير ما تحس، برضو الاقساط هتبقى كده، ولو اتزنقنا قوي هعمل جمعية وادفع منها الاقساط، ولو اتزنقنا اكتر يا سيدي نبقى نبيعها، كده كده هي بتاعتنا. المهم ان هي حاولت تقنعه باي طريقة. بعد كده برضو ما كانش مقتنع قوي، لكن قالوا للراجل صاحب الشقة ان هم هينزلوا يبصوا على المنطقة كده حوالين العمارة. فعلا نزلوا وبدأ يقول لها انا عارف ان انتي بتعملي كل ده علشان خاطر عايزة تبعديني عن اهلي وتقطعيني منهم، لكن ده عمره ما هيحصل، لا انا هستغنى عنهم ولا هم هيستغنوا عني. بس هي بدأت تطمنه وتقول له ان هي مش عايزة اي حاجة من دي، هي نفسها يكون ليهم حياتهم المستقلة مش اكتر، وهتبقى تروح معاه رجليها على رجله دايما، وهيبقوا يروحوا لهم كتير وكل حاجة، بس هي نفسها في حياة افضل لولادهم. طبعا هو قام دبها كلمتين، وخصوصا ان هم لسه مخلفوش لغاية دلوقتي. بس لما لقاها زعلت حاول ان هو يصالحها ويرضيها، وراح لصاحب الشقة وقال له ان هم خلاص موافقين هياخدوا الشقة، واتفقوا ان يوم الاحد هيكتبوا العقد ويدفعوا فلوس المقدمة، وقروا الفاتحة على كده. بعد كده مشيوا وراحوا وهم راكبين عشان يروحوا على شغلهم. بدأت تحاول تقول له ان هو لازم بقى يفتح والدته ويقول لها على موضوع الشقة ده علشان لما ينقلوا، لكن هو قلب وشه وقال لها انا عارف انا هقول لها ايه وهدخل لها ازاي، مالكيش انت دعوة بالموضوع ده خالص. بعد كده راحوا على شغلهم، وبدأنا نعرف ان مسعد بيشتغل زي امين كده في مخزن ومسؤول عن كل حاجة في المكان، ولان المدير بتاعه قارش ملحته ودايما حطه في دماغه، فخلاه يجرد المكان كله ويشوف البضاعة كلها. وانتهز فرصة ان في حاجة معينة مش موجودة في مكانها، قام خاصم له يوم، والموضوع ده ضايق مسعد جدا. وفي نفس الوقت بنروح لبسمة وهي في شغلها، وبنعرف ان هي كمان عندها مشكلة في شغلها، لان اللي هي شغالة في دار نشر كبيرة وفي مكتبة هي متعاقدة معاهم من زمان، عندهم شغل والشغل بتاعهم ما اتعملش. ولما بدأت تسأل السكرتيرة عرفت ان استاذ طارق اللي هو المدير بتاعها هو اللي وقف شغل المكتبة ده، فبدأت تروح له وتتكلم معاه، لكن هو قال لها ان الاستاذ سعيد واللي يعتبر صاحب المكان كله هو اللي غير العقود وحط فلوس زيادة على كل عقد، وهم مش موافقين على الموضوع ده فمش هيعملوا لهم شغلهم. فبدأت تتكلم معاه، لكن هو قال لها انا ماليش دعوة، لو عايزة حاجة روحي للأستاذ سعيد. فبدأت تخش فعلا لصاحب المكان، وبس قبل ما تتكلم معاه رجعت غيرت رأيها وما رضيتش تقول له اي حاجة، وقالت له ان هي جاية تمضي ورق مش اكتر. بس حتى ده هو ما عملهاش فيه اي حاجة، وقال لها انا مستعجل وهنزل، لو عايزة تعملي اي حاجة روحي المعتصم وهو يعملها لك. وبنعرف ان معتصم ده يبقى ابنه تقريبا هو اللي ماسك الشركة، وابوه بيروح تفاريح كده بس مش اكتر. كان واقف ساعتها مع عمرو اللي بيبقى اخو بسمة شغال معاها في نفس المكان، وبيشوفوا شغل مع بعض. ووقتها اتصلت بيه مراته، وبنعرف ان هي جايه له الشغل عشان عندهم مشوار مهم. لكن دخلت عليه بسمة وبدأت ان هي تحاول تتكلم معاه، لكن لانه كان مستعجل فكلمته وهو نازل وحكيت له على المشكلة، وهو قال لها ما تشغليش بالك انا هحل الموضوع ده. وقتها كانت سارة مراته وصلت، وبعد ما سلمت على بسمة مشوا مع بعض. وبنعرف ان هما مستعجلين عشان رايحين للدكتور، لان هما متأخرين في الخلفة بقالهم فترة كبيرة وبقالهم كتير
بيسعوا للموضوع ده. وقتها بنشوف عمرو برضو اخو بسمة وهو بيتكلم معاها وبيقول لها ان هو محتاج منها فلوس سلف، وان هما ممكن يطلعوا مصلحة حلوة من المكان، لكن هي قالت له انا لا يمكن اعمل كده وشيل الموضوع ده من دماغك تماما. فبدأ يحاول يستلف منها فلوس عشان يمشي دنيته، لكن هي اعتذرت له لان هي هتحط كل الفلوس في مقدم الشقة يوم الحد، فقال لها ما تشغليش بالك وسابها ومشي. وبعد كده بنروح لمعتصم هو وسارة مراته، وبعد ما وصلوا عند الدكتور وبدأ يتكلم معاهم، وبنعرف ان مشكلتهم ان الاتنين عندهم الخصوبة منخفضة جدا، ورغم الادوية الكتير اللي هم خدوها عشان رفع الخصوبة لكن يدوب ارتفعت بس 5%، ودي نسبة قليلة جدا. والدكتور لمح لهم ان المشكلة الاكبر ان هما الاتنين عندهم انخفاض في الخصوبة، وده اللي مخلي الموضوع صعب او شبه مستحيل. ساعتها طبعا هم سكتوا وما عرفوش يقولوا له اي حاجه، لكن هو قال لهم ان احنا هنمشي على الادويه زي ما احنا ونسيبها على الله، لكن مفيش اي حاجه تانية ممكن نعملها. ساعتها مشيوا وكانوا راكبين العربيه ساكتين هما الاتنين وما عندهمش اي حاجه يقولوها. وبنشوف مسعد وهو خارج من الشغل مع صاحبه وبيلمح له ان هو بيفكر يرجع ليبيا تاني بسبب القرف اللي المدير بيعمله معاه، بس هو برضو بدأ يلمح لمسعد ان هو في ايده منجم ذهب وممكن يستفيد منه كويس جدا لو شغل مخه، لكن هو ما عجبوش برضو كلامه. وقتها جاله مكالمة من منعم اخوه وقال له ان هو عنده مشكلة وعايزه يروح له المحل بتاعه ضروري. فبالفعل راح على هناك، وبنعرف ان هو المحل ده علشان اخوه يجيبه دفع 190,000 جنيه، كتب بيهم كمبيالات لتاجر عشان يجيب المحل ويملاه بضاعة، ولانه ما قدرش يسدد المبلغ ده صاحب الفلوس رفع عليه قضية وبالفعل خد حكم بالحبس فيه. وطبعا مسعد اول ما عرف الكلام ده وبدأ يقطمه منعم متضايق وقال له ان السوق كله ماشي على كده وكلها بتتقطع، ولو انت مش عايز تيجي معايا خلاص ما تجيش، انا هروح لوحدي واشوف الامر ده. وده لانه طبعا عارف ان اخوه بيقف جنبه دايما، لان دي مش اول مرة يوقعهم في مشكلة من النوعية دي. فقال له لا انا فعلا هاجي معاك لغاية ما المشكلة تتحل. بعدها بنروح لمعتصم وسارة وهم لسه ساكتين ما بيتكلموش خالص، لغاية ما معتصم بدأ يتكلم معاها ويقول لها انا هكلم واحد صاحبي يحجز لنا في المانيا نروح هناك، اكيد هناك هيكون الامر احسن. لكن هي سكتت، وبعد كده بدأت تقول له انت لغاية دلوقتي مش قادر تفهم الدكتور عايز يقول لنا ايه، الدكتور مش عايز يقولها لنا صريح وعمال يلمح لنا عليها علشان احنا نفهم. وطبعا بتقصد ان الدكتور قصده ان كل واحد فيهم لوحده مع حد تاني ممكن يخلف، لكن مع بعض شبه مستحيل ان هم يخلفوا. وهو فهم طبعا هي تقصد ايه، لكن قعد يقول لها ان هو بيحبها والموضوع بالنسبة له مش مهم تماما، هو بيعمل بس كل التجارب دي علشان خاطر هي تكون مبسوطة، لكن هو مش عايز حد غيرها. وبدأ يقنعها قد ايه هو بيحبها، لكن هي كانت اعصابها تعبانة بسبب ان الامل كل شوية بيضعف اكتر. وقالت له ان هي مش هتروح لدكاترة تاني ومش هتعمل حاجة اكتر من ان هي تاخد الدواء مش اكتر، لكن ما عندهاش استعداد ان هي كل شوية تاخد امل ويروح. وكانت متنرفزة جدا، فهو بدأ يهديها وقال لها ان مفيش حاجة هتحصل غير اللي هي عايزاه بس، وان هو بيحبها ومش عايز اي حد غيرها. وبدأ يكرر لها الكلام اكتر من مرة تاني. في الوقت ده بنروح تاني لمسعد ومعتصم بعد ما راحوا هو وصاحبه للتاجر علشان يتكلموا معاه. وهناك مسعد بدأ يعرف من التاجر ان بقاله سنة ما سددش منعم ولا حاجة من الفلوس. مش كده بس، ده كمان التاجر بقاله شهر بيتصل بيه لكن هو ما بيردش عليه ولا بيقدره ولا بيديله اي حاجة من الفلوس، عشان كده ده اللي خلاه ان هو يرفع عليه القضية وخد حكم. ساعتها بدأ يحاول ان هو يفهمه ان ده السوق وان السوق شغال على الكل وان هيجيب له فلوسه واحدة واحدة، لكن التاجر ما عجبهوش الكلام وقال له لا. وحتى مسعد لما بدأ يقول له خلاص فلوسك في رقبتي 3 شهور واجيبهم لك، فبرضه مرضيش وقال له لا انا عايز فلوسي وقتي. وقتها منعم اتضايق جدا واتنرفز وقام قايم شايط فيه ومزعق وقال له اللي عندي ان انا اديهم لك حاجه حاجه، اكتر من كده ما عنديش. وبدأ يتنرفز عليه وسابه ومشي. ساعتها التاجر عند اكتر وقال له طب خلاص وانا مش عايز فلوسي وانا هحبسك بيهم وربيك.
بعد ما طلع بدأ مسعد يقول لمنعم اخوه ان هو ما ينفعش يرجع البيت ولازم يروح في اي حته كده لغايه ما التاجر يتنازل، لكن هو مرضيش وفهمه ان سمح مراته اصلا على تكه، ولو عرفت حاجه زي كده الموضوع هيكبر. فقال له خلاص احنا نحاول نقنع امك ان احنا نبيع الارض اللي عند خالك وتسدي ديونك، لكن برضو قال له انا مش عايز امي تعرف حاجه علشان لو عرفت برضه هتقعد تقطمني، وخلي الدنيا تمشي كده احسن. وقتها مسعد روح البيت وكان شايل الهم، لكن بسمة كانت قاعدة مستنيه عشان يتعشوا مع بعض. هو ما حكالهاش اي حاجة عن اخوه، لكن عرفها ان يومه في الشغل كان وحش جدا وعنده مشاكل، وما صدق ان هو رجع علشان يقعد معاها. ساعتها حضرت له الاكل وبدأت تتكلم معاه، وقالت له ان مامته تعبانة شوية، فقررت هي وسماح سلفتها ان هما بكرة هيعملوا الغدا ويتغدوا كلهم مع بعض. وانتهزتها فرصة وقالت له ان هو يحاول بكرة بعد الغدا يكلم والدته في موضوع الشقة وان هما هياخدوا شقة تانية. ساعتها وشه قلب تاني وقال لها بطلي زن، انت ليه بتزني كتير؟ انا قلتلك انا عارف هتكلم امتى وهقول ايه، ما تفتحيش الموضوع ده تاني. بس هي لما لقيته اتضايق حاولت ان هي تراضيه وتصالحه، واتقفل الكلام على كده. وفعلا تاني يوم كانوا قاعدين كلهم مع بعض، وهي وسلفتها حضروا الاكل وبدأوا هما بياكلوا. قعدت تشاور لمساعد ان هو يتكلم، لكن هو طنش خالص لغايه ما امن على الاكل من غير ما يقول اي حاجه. فساعتها هي مسكتش وقالت يلا بقى عليا وعلى اعدائي، وقامت قايله لهم على موضوع الشقه وقالت لهم باركولنا وحكت لهم الموضوع. ساعتها طبعا مامته زعلت جدا ان هم هياخدوا شقة برا، وقلبت وشها واتضايقت وبدأت تاخد بعضها وتقوم من على الاكل خالص. بس هو ساعتها بص البصة التمام ليها وبدأ يتخانق معاها ان هي برضو مشيت اللي في دماغها وبدأت تتكلم. لكن وقتها اخوه هو كمان مسكتش، لان كان وشه قلب هو التاني، وعرف ان اخوه معاه فلوس وهتجيب شقة وما دفعلوش الدين بتاعه. فساعتها قال له هي ما غلطتش في حاجة، الشقة اهم من اي حاجة، وبدأ يقلب وشه ويديله هو كمان كلمتين من تحت لتحت وقام. ساعتها اتضايق اكتر وكان مخنوق من بسمة وتصرفها. وبعدها كمان قام رايح لوالدته علشان يحاول انه يراضيها، لكن هي كانت زعلانة علشان هيمشي وهيسيبها وينساها، بس حاول يوصل لها ان هو دايما هيكون جنبها وهيكون معاها وهيجي على طول باستمرار. بس هي كمان قالت له ان انت كده هتروح تقعد في ملكها وهتسيب ملكك. فهو فهمها ان الشقة هتتكتب باسمهم هما الاتنين، رغم ان هي اللي عملت كل حاجة ودفعت كل حاجة وهو ما كانش يعرف اي حاجة من دي. بعد كده بنبدأ نروح لتاني يوم، وكانت رايحة شغلها عادي بسمة. فصاحب الشقة اتصل بيها وفهمها ان جاله مشتري تاني وبسعر اعلى، وطلب منها ان هي تزود 20,000 جنيه على المقدمة علشان يقدر يديها الشقة. هي طبعا اتفاجئت واتصدمت من الكلام، لان هي يدوب جايبه المقدمه ومحوشاها بالعافيه. ولما حاولت ان هي تتكلم معاه ان هم خلاص قاريين فاتحه ومتفقين على كل حاجه، هو وصل لها ان هي ما ترضلوش الخساره، وان هي تقدر تسال بقى شيخ في موضوع الفاتحه دي، لكن هو مش هيخسر. فقفلت معاه وهي متضايقه، واتصلت مع مسعد في الشغل وحكت له اللي حصل، وطلبت منه ان هو يتصرف او يحاول ياخد سلفة من الشغل بال20,000 جنيه. لكن هو قال لها ان هو مش هينفع يعمل كده ابدا، وقال لها انه هيقفل معاها لان عنده مشكلة في الشغل لو لقوه بيتكلم في التليفون. فبعدها راحت عند والدها، وبنعرف ان والدها مدرس في مدرسة لكن قرب خلاص يطلع معاش. ولما شافها طلع واتكلمت معاه وطلبت منه الفلوس وقالت له على اللي حصل من صاحب الشقة، لكن هو عرفها ان عمر اخوها عدى عليه وخد كل الفلوس اللي معاه. لما لقاها اتضايقت فقال لها ان هي ممكن تاخد المكافأة اللي هتطلع له من الشغل بعد ما يطلع معاش، لكن هي قالت له ان صاحب الشقة مش هيستنى كل ده، وفهمته ان هي هتحاول تتصرف ما يشيلش هم، وسابته ومشيت. راحت بالفعل الشغل ودخلت لمعتصم وطلبت منه 20,000 فلوس سلف على مرتبها، وهو ادهم لها عادي جدا. بعد كده روحت وخدت الفلوس وحطيتها مع الفلوس التانية بتاع مقدمة الشقة، وكان جوزها قاعد وشايفها، ولان هي عارفة جوزها كويس فطلبت منه ان ما يحصلش اي مشكلة ويتم
وموضوع الشقة ده على خير. فساعتها هو سابها ودخل البلكونة يشرب سيجارة، لكن هي دخلت وراه وفكرته ان بكرة ميعاد التكريم بتاع والدها علشان هيطلع معاش. وهما واقفين بيتكلموا مع بعض وبيسألها اذا كان يلبس بدلة ولا عادي، وهي بتقول ان ده تكريم في مدرسة يعني خليك بلبس عادي. وهما بيتكلموا لقوا عربية البوليس جت ونزل منها البوليس دخل بيتهم، فنزلوا بسرعة ولقوا ان هما جايين علشان ياخدوا منعم اخوه. وطبعا كان الكل واقف ومش فاهمين في ايه، ومامته ومراته كانوا متضايقين جدا وبيعيطوا، وهو راح وراه واخوه بصيله عشان خاطر يتصرف. بعد كده كانوا قاعدين مش فاهمين حاجة لكن كانوا متضايقين جدا. فدخل عليهم مساعد وهو راجع من القسم وقال لهم اي كلام، وان هو اتخانق خناقه بس كده، واللي اتخانق معاه عامل فيه محضر. بس رغم ان هما ما كانوش مصدقين الكلام ده، بس هو حاول يقنعهم وطلب من مراته ومرات اخوه ان هما يطلعوا على فوق وياخدوا العيال. بعد كده مامته ما كانش مصدقه الكلام ده، فقال لها على موضوع ال190,000 اللي هو كاتبهم على نفسه. فطبعا اول ما سمعت ده، وهو اصلا مش اول مره يعمل كده، فقعدت اتكلمت معاه وقالت له ان انت اخوه ولازم تقف جنبه وتطلعه من الموضوع ده وتروح للمحامي وتشوفوا هتعملوا ايه. وقعدت تأكد عليه ان هو لازم يقف جنب اخوه اللي ملوش غيره. بعد كده سابها وطلع فوق، فبدأت بسمة تحاول ان هي تهون عليه، لكن هو قال لها الحقيقة وقال لها على الفلوس، وقال لها ان هو مش هيجيله نوم لانه عارف انه يقدر يطلع اخوه، لكن هو ما بيعملش كده. ففهمت بسمة على طول ان هو بيرمي على الفلوس بتاعتها بتاعت مقدمة الشقة. فجابتها له على بلاطة وقالت له ان الفلوس دي بتاعت الشقة وان هي مش هتيجي جنبها ومش هتروح غير لصاحب الشقة. بس لما هو حاول يحسسها ان هي مش بنت اصول، وان المفروض هي اللي من نفسها كانت تديله الفلوس دي عشان يسد دين اخوه، فهي قالت له انا مش ملزمة اعمل كده، انا بدفع في الفلوس دي وبدفع دي جمعية، يعني انا هفضل ادفع في دين بتاعها وانا مش هسد ديون اخوك عشان افضل ادفع انا في ديون حاجة انا ما جبتهاش ولا عملت حتى بيها الحاجة اللي انا عايزاها. فساعتها طبعا هو اتضايق منها وسابها ونام وقال لها خلاص يبقى انقلي بقى في الشقة لوحدك. المهم صحيت تاني يوم الصبح لقيت مسعد مش موجود في الشقة، ولما اتصلت بيه ما ردش عليها. فدخلت تحاول تعمل حاجة تشربها قبل ما تنزل، لكن حاجة كده زي هاجس جالها وبدأت تفكر ان ممكن يكون خد الفلوس. راحت بسرعة فعلا على الدولاب وفتحته وما لقيتش الفلوس ليها اثر في اي مكان. يا ترى ايه اللي حصل ومسعد هيعمل ايه وناوي على ايه؟ ده اللي هنشوفه مع بعض الحلقة الجاية، استنوني. بس ما تنسوش اللايك واشوفكم على خير والسلام عليكم.